ورجعنا لكم في حلقة جديدة مع شاشة وزرار. وزي ما انتم متعودين دايما اكتر حاجة بتلخبط اي واحد لما يشتري عربية جديدة هي ايه الاوبشنز الموجودة في العربية، ازاي استعملها، الشاشة دي فيها اوبشنز ايه، افعل ايه، اقفل ايه، استعمل الاوبشنز دي ازاي. عشان كده احنا عاملين برنامج شاشة وزرار في بتوع عربيات عشان نقدر نوضح للملاك كل الاوبشنز الموجودة في عربيتهم، ويبقى بيستعمل العربية وبيستعمل كل اوبشن دفع فلوس فيه ومفيش اوبشن عنده وهو مش عارف ان هو موجود. فيلا بينا نبدأ مع الهافال H6 الشكل الجديد. هنشرح النهارده الشاشه الرئيسيه بتاعت العربيه، الشاشه بتاعت العدادات، الازرار الموجوده في عجله القياده، وكل السيفتي فيتشرز وازاي ان انت تفعلها. يلا بينا. ونبدا اول حاجه مع الشاشه الوسطيه. ده الهوم سكرين. هتشوف شكل العربيه موجود من تحت ثابت، واول ويندو هنا موجوده ثابته. الثلاثه ويدجز دول تعرف ان انت تغير اماكنهم. هنا الميوزك بتاعت البلوتوث، الميوزك بتاعت اليو اس بي، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. هنا لو انت عندك الموبايل موصله تعرف تتصل، تعرف تجيب السجل بتاع المكالمات وكل حاجه لو انت موصل البلوتوث. وهنا الراديو بتاعك. من فوق لو سحبت هتلاقي عندك الاعدادات السريعه اللي تعرف ان انت توصل لها. عندك البلوتوث، عندك الهوت سبوت، الواي فاي. هنا ده الفرامل الالكترونيه او الالكترونيك باركينج او فرامل اليد الكهرباء موجوده بس من هنا. هنا انك توقف وتشغل العربيه اللي هو الاوتو ستارت ستوب. هنا النظام بتاع عجله القياده او المود بتاع عجله القياده، سواء ان انت يبقى سبورت تقيل او مريح. هنا الاي اس سي او نظام المانع الانزلاق. هنا اللي انك تقفل الشاشه تعمل لها لوك. هنا الاوتو هولد، لو انا حاطط لابس الحزام، لو حطيت الحزام دلوقتي الاوتو هولد هيتفعل اهو اوتوماتيك. وهنا الهيد اب ديسبلاي تقفله وتفتحه. هنا الكاميرات ال 360. هنا الشاحن الوايرلس. وهنا تقدر تعمل تخصيص للحاجات دي كلها، تقفل اللي انت عايزه وتدخل مكانه اللي انت عايزه. ممكن تحط الانوار الاماميه، ممكن تحط المساحات، التحكم في المساحات، او تحط الركن حتى الذاتي. لو رجعنا تاني، هنا الصوت بتاع النافيجيشن، وهنا الصوت بتاع الميوزك، وهنا البرايتنس بتاع الشاشه دي. طبعا العربي شويه ترجمه غريبه، انا عشان كده هنكتب مصابيح الخلفيه للسياره. لا، هي برايتنس بتاع الشاشه، ملوش علاقه بمصابيح الخلفيه خالص. اوكي، نبدا بقى في القائمه اللي موجوده على الشمال. اول قائمه اللي موجوده فوق بتجيب لنا الابلكيشنز اللي موجوده في العربيه. اول واحده دي اعدادات السياره، هنتكلم عليها واحده واحده. داخل المركبه، اول حاجه من داخل المركبه بتلاقي عندك فيها السيتس بتاعت العربيه والميموري سيتس. عندك ان انت تسجل 3 ميموري سيت، تدوس على اي واحد فيهم دوسه طويله هيقوم مسجل الوضع اهو جاري الحفظ كده، سجل الوضع. وما ينفعش تسجل غير والعربيه واقفه، ما ينفعش انك تسجل ابدا والعربيه بتتحرك. الترحيب بمقعد السائق الامامي ده الكومفورت اكسس. لما بتفتح باب العربيه الكرسي بيوسع لك عشان تعرف تقعد، او لما تقعد وتقفل الباب تدور على العربيه الكرسي بيطلع لقدام تاني عشان يقربك يحطك على المكان اللي انت مسجله. العرض على الزجاج الامامي ده بتاع الهيد اب ديسبلاي. الهيد اب ديسبلاي عندك فيه اوبشنز كتيره، تقدر تتحكم في البرايتنس بتاعته، في السطوع، ارتفاعه موجود فين، والدوران لو انت عايز تلفه يمين او شمال حسب وضعيه قعدتك انت. من هنا لو فعلت الخيار ده تعرف ان انت دلوقتي من الزراير اللي موجوده هنا يمين وشمال وفوق وتحت في عجله القياده تحرك الهيد اب ديسبلاي هناك. هنا تقدر تحط الحاجات اللي موجوده على الهيد اب ديسبلاي، الاوبشنز او المعلومات اللي بتظهر عليه. القياده الذكيه بتاعت الانتليجنت كروز كنترول او الادابتيف كروز كنترول، عندك اتنين هنشرحهم كمان شويه. وهنا النافيجيشن يحط لك الاسهم، لو انت مشغل اندرويد اوتو او ابل كار بلاي يحط لك الاسهم بتاعت الخريطه على الهيد اب ديسبلاي. وضع الارض الثلجي ده بيحول الكتابات اللي موجوده على الهيد اب ديسبلاي من اللون الابيض للون اللبني، عشان لو انت في ثلج، طبعا مش في مصر يعني، تبقى ظاهره قدامك. بس انت حابب اللون اللبني عامه ممكن تفعل الوضع ده. خارج المركبه، اول حاجه عندنا قفل الباب، وفيها اول خيار ان انا اقفل الاربع ابواب لما اقفل العربيه، ولا اقفل بس باب السواق. بعد كده عندنا ده فتح باب الشنطه بتاعه العربيه بالرجل، 2 كيك يفتح وكيك واحده يقفل لقدام مش للجنب. بعد كده عندنا ان ده اول لما توقف العربيه يفتح ابواب العربيه لوحده. يعني اول لما انت تقفل المحرك، يعني تقفل العربيه، تقفل الاجنيشن، بيفتح اللوك بتاع الاربع ابواب. عندنا بعد كده المرايات.
اول واحده فوق طبعا، تاني الترجمه هنا غلط، ده نفس الزرار بتاع المرايات اللي موجود على الشمال هنا، انك تقفل المرايه او تفتحها، تطفيها يعني تطوي المرايات، او ان انت تفتحهم المرايات الجانبيه. وده انك لما بتقفل اللوك بتاع العربيه، هل تقفل المرايات معاك الجانبيه ولا ما تقفلش وتقفلها انت يدوي. تمام. بعد كده عندنا دي المساحات، وده فيه السنسور بتاع المطر، حساس المطر، وبتعمل الحساسيه بتاعته. كل ما زودت الحساسيه كل ما المساحات اشتغلت مع كميه اقل من الامطار. خليها دايما حساسيه متوسطه على 3، عشان في نفس الوقت لو حد مثلا رش عليك ميه او الدنيا بتندع ما تلاقيش المساحات على طول اشتغلت. اخر حاجه عندنا هنا النوافذ. عندنا في النوافذ انك اولا فتحه السقف والستاره انت ممكن تتحكم فيهم من هنا زي ما تتحكم الزراير اللي فوق، لا انت ممكن تتحكم فيهم من هنا. بمناسبه الزراير اللي فوق الاوتوماتيك تكه واحده، ولو دوست دوسه طويله بيبقى المانيوال، ده عكس عربيات تانية كتير، يعني دوست دوسه واحده بيبقى اوتوماتيك، دوسه طويله يبقى مانيوال، سواء للستاره اللي على الشمال او فتحه السقف اللي على اليمين. ننزل تحت تاني، من هنا تقدر تتحكم فيهم وتختار كمان نسبه الفتح من على اليمين. وهنا ده يعني الجزء ده حته او اوبشن لطيف جدا، وهو ان عشان الازعاج والدوشه يقفل الازاز لوحده على سرعه معينه. تقدر انك تقفل الاوبشن ده خالص، او تخليه يقفل الازاز لوحده على سرعه 60، او تخليه يقفل الازاز لوحده على سرعه 80، او على سرعه 100. واخر حاجه هنا انه يقفل الازاز لوحده مع قفل العربيه. اول ما تقفل لوك العربيه يقفل الازاز كله، الاربع نوافذ وفتحه السقف لوحده. بس هنا ما بيقفلش الستاره لوحدها الا لو فتحه السقف كانت مفتوحه. يعني لو فتحه السقف مفتوحه هيقفل فتحة السقف وهيقفل الستارة، لكن لو فتحة السقف مقفولة مش هيقفل الستارة، هيقفل بس الزجاج الأربعة. في الصيف أفضل إنك تقفل الأوبشن ده وأنت مانيوالي تتحكم إن الإزاز تسيب فيه فتحة من فوق، عشان تفضل يعني تسيب مثلا 2 سم من فوق أو حاجة، عشان يفضل الهواء داخل في العربية وما يحصلش كتم حراري داخل العربية. يعني هنا الإضاءة هنا انك تتحكم في الإضاءة الخارجية بتاعت العربية، بتخليها اوتو، مالكش غير مفيش هنا دراع الإضاءة لا اما بتتحكم فيها من الشاشة لا اما من الزرار اللي موجود هنا. دول بس اللي انت تقدر تتحكم فيهم. ممكن تخليها النور الواطي اوف، النور العالي او اوتو، وتخليها، انا بفضل دايما طبعا على الاوتو. طبعا ترجمه فظيعه. خد زي ما بدات ترحيب الضيوف، ده الويلكم لايتس بتاع العربيه. لما تفتح العربيه ما بترسمش هنا ويلكم لايتس بره، بس ان هي تنور. ده بعد ما انت بتقفل العربيه بتفضل قد ايه النور شغال؟ دقيقتين، 5 دقائق، 8 دقائق اعتقد. خليك دايما دقيقتين عشان عمر البطاريه. وده تاخير النور مصباح السقف. الانوار الداخليه بعد ما بتقفل الابواب تفضل شغاله كام ثانيه؟ 10 ثواني اعتقد، معقوله جدا. فولو اضاءه طريق البيت، ده الفولو مي، بعد ما بتنزل من العربيه وتقفلها يفضل فاتح لك النور الامامي قد ايه. انا مخليه 30 ثانيه، انتوا ممكن تقفلوه خالص او تخليه 60 او 90 ثانيه. لو انت عايز تدور على العربيه من الريموت تدوس على الزرار اللي بيبحث عليها، يعمل لك هورن صياح اللي هو الهورن او الزماره يعني، او تعمل فلاش، او تخلي الاثنين. اعتقد ان هو الاثنين افضل. تشغيل الوميض المزدوج ده عشان يشغل لك الهازارد لو حاله الطوارئ، لو انت وقعت في مطب تشغل الهازارد، او حد كبس عليك من ورا تشغل الهازارد، او عملت فرامل طوارئ او انت دوست فرامل جامده مره واحده تشغل الهازارد، فده مهم جدا. لو رحنا على القياده، عندنا هنا وضعيات القياده. للاسف في زرار للتحكم في وضعيات القياده بس من المكان تجيبها من هنا: نورمال، ايكو، سبورت، وسنو. عندنا الاي اس سي اللي هو الاستقرار ستابيليتي كنترول، تقفله وتفتحه زي ما قلنا. برده ممكن تحطه موجود هنا فوق الاستابيليتي كنترول، انا عامله طبعا مفتوح. الوقوف في تقاء السياره برده هنا الترجمه العربي للاسف غلط. انا كل شويه برجع على الانجليش واجي هنا تاني للاسف عشان الترجمه العربي غلط. الوقوف التلقائي للسياره ده بتاع الهاند بريك او الالكترونيك هاند بريك، ان هو تشتغل تلقائيا، انك لما تجيبها على البي تشد الهاند بريك لوحدها، لما تجيبها على الدي وانت لابس الحزام وقافل الباب زي ما هو مكتوب هنا تشيل او تفك الهاند بريك لوحدها. فده طبعا لازم تخليه مفتوح. مكابح توقف تلقائي الاوتو هولد تخليه دايما برده مفتوح، وطبعا ما بيشتغلش غير مع ربط الحزام. بدء توقف ذكي زي ما قلت لكم، الاوتو ستارت بتاع الموتور انا دايما ببقى فاصله الصراحه. تسكير القياده عند التعب، ده لو انت سايق لمسافات طويله. دي المودز بتاعت عجله القياده. عندك كومفورت او الراحه اللي هو متوسط، وعندك خفيف يبقى خفيف خالص، والسبورت الرياضي اللي هو التقيل. التوقف او الركن،
عندك انك ويجي انت بتركن يفعل لك ال 360 او كاميرات 360. هنا التنشيط الرؤيه البانوراميه للتوجيه، لما بتلف بس عجله القياده مش تفتح الاشاره، لا بس مجرد انك تلف الدركسيون يفتح لك كاميرات 360. عايز بقى يفتح لك كاميرات 360 دي في شاشه صغيره ولا يفتحها لك على الشاشه كلها؟ يفضل طبعا ان هو يبقى على شاشه صغيره. بس في مشكله صغيره هنا، باج في السيستم، انك بتبقى مشغل الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي بتفتح على الشاشه الكبيره حتى لو انت مختار الاوبشن بتاع الشاشه الصغيره. الخروج من الرؤيه البانوراميه يقفل امتى لوحده الكاميرات 360؟ عند سرعه 15 ولا عند سرعه 30؟ انا شايف الصراحه ان هي عند سرعه 30 افضل. الكبح الطارئ بسرعه منخفضه ده كلبش العربيه في الارض. لو انت بتركن العربيه شافت بالسنسورز بتوعها من قدام او من ورا ان انت هتخبط في حاجه، سواء الحاجه دي شخص او عربيه او اوبجكت واقف، هي هتفرمل اوتوماتيك هتكلبش العربيه في الارض. فده اوبشن مهم جدا تبقى ان انت مفعله. القياده الذكيه، طبعا الترجمه تاني بالعربي بايظه خالص، عارف ان انا عدتها كتير وزهقت بس فعلا الترجمه بايظه. ده الحساسيه، ده ان انت ايقاف تشغيل يبقى بس صوت، تنبيه صوت، اما كابح ان هو ينبه ويفرمل. طيب اللي تحت اللي هو الكبح الجانبي ده ملوش علاقه بالكبح الجانبي، ده الحساسيه. الحساسيه تبقى منخفضه ولا متوسطه قياسيه ولا عاليه؟ انا الصراحه دايما بخليها منخفضه عشان العربيه ما تفرملش في مواقف مش مستاهله فيها الفرمله. طيب الحكمه التحول الزاويه، طبعا دي اغرب ترجمه شفتها في حياتي، دي مالهاش علاقه بحكمه ولا اي حاجه، دي ليها علاقه لو انت مشغل الكروز كنترول، الانتليجنت كروز كنترول او حتى الادابتيف كروز كنترول، والعربيه قرت ان في ملف قدامها فهي بتهدي لوحدها السرعه في الملف ده. من المساعده الجانبيه، مساعده في تغيير الحاره، ده بتاع النقط العاميه اللي موجوده في المرايات. فده مش اللي هو قري الحارات او كده، لا ده النقط العاميه. وده تحذير فتح الباب برضو بالنقط العاميه، فالاثنين دول المرتبطين بالنقط العاميه. وانت بتغير الحاره ده ان النقطه العاميه لو انت عملت اشاره تعمل لك وميض وتديك مع التنبيه. وتحذير فتح الباب، لو انت جيت تفتح الباب برضو تديك وميض في المرايات النقط العاميه بتاعتك. تحذير الاصطدام الخلفي لو انت راجع بظهرك وانت بتركن، او لو انت حتى راجع بظهرك بسرعه عاليه يديك تحذير من الاصطدام الخلفي. وكمان في ان هو يفرمل، هي مش فرامل جانبيه للتراجع، الترجمه برضو تاني غلط، هي الفرامل الخلفيه وانت راجع بظهرك. وده تحذير برضو لو انت حد جاي لك من النقطه العاميه من ورا، يعني جاي لك من تلات ارباع مش وراك بالظبط، حد بيتحرك عليك، ان هو يديك التحذير بتاعك. لو انت برضو راجع بظهرك، يعني مش لازم يبقى حاجه هتخبط فيها عمودي، لو في حتى حاجه بزاويه هو برضو هنا هيديك التحذير، وبرضو هتفرمل لوحدها لو انت مفعل ده. فدي كده النقط العاميه. لو انت بقى عايز المسار فهنا الخروج من الحارات او السيستم بتاع الحارات كله. مساعد المسار ده بتاع الحارات، لو انت ماشي في طريق في حارات، فانت لو فعلت مساعد المسار، لو فعلناه من هنا تقدر بقى تختار ان هو يرجعك الحاره تاني لو خرجت، ولا يديك بس تحذير تنبيه صوتي عن الخروج من الحاره. انا الصراحه افرق. هنا طريقه الانذار، انت عايزه يعمل لك الانذار لو انت مفعله فوق وعامله بس تحذيري، فهيديك الانذار ايه؟ سواء يديك صوت تنبيه انك خرجت من الحاره تي 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 تي، ولا يديك كمان فايبريشن في عجله القياده، او تخلي الاثنين مع بعض، يديك فايبريشن في عجله القياده ويديك الصوت. هنا ده برضه الترجمه غلط، مفيش انذار مبكر او حاجه هنا، بس وانت خارج من الحاره قياسي ولا منخفض ولا عالي الحساسيه بتاعته. الحفاظ على حاره الطوارئ ده emergency lane keeping، ده بيحصل لو انت هو قاري الحاره اللي هي بتبقى سوليد، اللي هي بتبقى على اخر الطريق. هنا على الشاشه هنشرح الشاشه كمان شويه، بيجيب لك الحارات في منها مقطع ومنها سوليد، فدي على الحاره السوليد، لو انت خرجت منها عشان ما تخبطش يرجعك تاني. انا صراحه قافل دي لان كتير جدا بيبقى في حاره عاديه بسبب التخطيط السيء في الطريق بيقراها ان هي سوليد وبيرجعك بعنف جدا، فانا عشان كده قافلها. واخر حاجه عندنا هنا الدوج الذكي او السمارت دوج. ايه هو السمارت دوج باختصار؟ لو انت مشغل برضو الانتليجنت كروز كنترول وهو مسنتر نفسه في الحاره وجت عربيه في الحاره دي بتاعته، بس العربيه مش قافله قدامه فهو مش هيهدي سرعته، هي داخله من الحاره اللي جنبك داخله عليك، خصوصا لو تريلا او عربيه كبيره هو قاريها على الرادار ان هي عربيه كبيره، فعشان الهواء ما يهزش العربيه هو مش هيطلع من الحاره، بس هيطلع من منتصف الحاره يبعد شويه ياخد زي غرزه خفيفه كده ويعدي العربيه دي عشان الهواء ما يضايقش العربيه. فهو ده السمارت دوج، حلو جدا ذكي جدا، العربيه بتعمله كويس
كويس جدا لو انت مشغل الانتليجنت كروز كنترول. اشارات المرور من الكاميرا اللي موجوده هنا، العربيه بتقرا الاشارات اللي بتاعت الشارع، بتعرف سرعه الطريق، بتحطها لك على الشاشه الاماميه، بتحطها لك على الهيد اب ديسبلاي. فانت من هنا تقدر تشغل ان هي تقراها، ومن هنا تقدر ان انت تثبت السرعه على سرعه الشارع. فانت تقول لها لما تشغل الادابتيف كروز كنترول او الانتليجنت كروز كنترول تخلي الليميت بتاع السرعه هو سرعه الشارع، فدي حلوه جدا كاوبشن. اخر حاجه موجوده عندنا هنا اخرى، وهو انك تعمل اعاده ضبط المصنع للفيكل سيتنجز. كده احنا خلصنا الفيكل سيتنجز. تاني قايمه معانا من على الشمال، تالت قايمه بتاعت التواصل او الكونكشنز كونكتيفيتي. هنا تفتح البلوتوث وتقفله، هنا تخلي البلوتوث فيزيبل للاجهزه ولا انفيزيبل، هنا تسمي اسم العربيه، هنا الموبايلز اللي اتصلت بالعربيه قبل كده. اي موبايل اندرويد بيبقى عنده علامه البلوتوث، تدوس عليها يوصل الموبايل كده. مثلا هوصل انا دلوقتي موبايلي اوريدي اتوصل، ومن هنا ادوس على العلامه دي يفتح لي الاندرويد اوتو وايرلس. ومن هنا كل موبايلات، لو انا عندي ايفون فعندي برده من هنا بلوتوث اوصل الايفون، وهنا العلامه بتاعت الابل كار بلاي ادوس عليها تفتح برده اوتوماتيك وايرلس. هنا الهوت سبوت بتاع العربيه لو انت عايز توصل موبايل عليها بس مش انترنت، بس هوت سبوت. هنا الصوت، الصوت بتاع النافيجيشن، الصوت بتاع العربية، صوت الميوزك والميديا، صوت المكالمات، الصوت بتاع الرنة. ومن هنا تخلي الصوت مع التكييف، ظبط الصوت يتناسب تلقائيا مع ظبط مستوى الصوت ووسط مناسب. هرجع تاني، هنا تخلي الصوت يظبط نفسه تلقائيا، دي حلوة، اوبشن حلو جدا. انت بترجع بظهرك، لو جه حاجه تنبيه او بتاع بتوطي الصوت لوحدها. ده موسيقى الرسوم المتحركه، الترجمه رهيبه الصراحه. ده عشان لو انت عايز تشغل فيديو على العربيه فالاوبشن ده تفتحه كده، انت تقدر تشغل فيديو. ده عشان يقول لك لو في حد متصل عليك وانت موصل بالك بلوتوث يقول لك اسمه بالصوت. تذكير صوت النظام تذكير صوت النظام، دي الاصوات التحذيريه اللي انت سامعينها دلوقتي كده. شفت لما كنت قافله مثلا، اقفله دلوقتي مفيش، خلاص التين اللي كنت سامعها دي ما عادش موجوده، ارجعها تاني، انا بحبها الصراحه. ودي الاصوات التحذيريه. التحذيرات بتاعت السياره عايزها منخفضه ولا متوسطه ولا عاليه؟ انا عاملها متوسطه. ده التحكم مستوى صوت حساس السرعه، ده بيتحكم في الصوت على حسب سرعتك. فلو انت ماشي مثلا على سرعه عاليه والصوت ده بقى دوشه شويه، يعلي صوت الميديا شويه او يقللها. ده اوبشن حلو جدا. انا صراحه حاطه منخفض الحساسيه بتاعته، يعني انت ممكن تخليه عالي لو انت حد بتتضايق من الاصوات عامه تبقى مشغل ميوزك مع الاصوات. انا صراحه ما بقاش مشغل حاجه، فعشان كده حاطه منخفض، وممكن انك تقفله خالص. ومتوسط برده اوبشن لطيف. هنا انت عايز تعدل المؤثرات الصوتيه، تقدر تختار من هنا المكان اللي انت عايز تبقى الصوت فيه، عايز في اي وقت ترجعه وتعمل اعاده ضبط ويرجعها تاني. هنا لو انت عايز تشغل الصوت بس عندك وانت سايق او تخلي في العربيه كلها. هنا تقدر تحرك، لو فعلتها يمين شمال بتحرك من عجله القياده، تحرك اماكن الصوت. من هنا تختار الاستيريو يبقى ايه، صوت محيطي سراوندد او ستيريو، صوت زي السماعات العاديه، يعني انا بخليها محيطي افضل. ومن هنا بقى انك تعرف تظبط اعدادات الصوت بقى، السيتنجز بتاعه البيز والهاي واللو والحاجات دي. ما بفهمش الصراحه الحاجات دي، بس لو لعبت فيها والدنيا باظت منك في اي وقت تعمل استعاده اعدادات. لو بوظت الدنيا كده خالص والصوت باظ اعمل استعاده ترجعها لي تاني. من هنا الشاشه، ده السطوع التلقائي للشاشه. يعني بصوا انا هو كده مثلا لو انا قفلته الشاشه سطعت تاني، انا بخليه تلقائي على طول، وده افضل حاجه. لو انت عايز تعمله مانيوال تعمله من هنا. دي شاشه تحكم مركزي، شاشه الادوات، شاشه العدادات والشاشه الرئيسيه. دي شاشه ضبط الخلفيه بتاعت السياره، الباك جراوند بتاعت الشاشه دي اللي هم كانوا مسمينها فوق هنا مصابيح الخلفيه، بس هي مش مصابيح، هي الباك جراوند بتاعت الشاشه. تنظيم عرض الوقت، العقد عايزه ب 12 ساعه اي ام وبي ام، ولا عايزه نظام 24 ساعه. انا قافل المزامنه التلقائيه عشان الساعه في مصر بتتغير، بتاعت توقيت شتوي وتوقيت صيفي، بس انت تقدر تفعلها لو الساعه ظابطه معاك. من هنا بتختار اعدادات المنطقه واعدادات التاريخ والوقت لو انت عامله مانيوال. كل ده لو فتحت دي اوريدي هو هتختار المنطقه بس، هو هيظبط الساعه وخلاص. اعدادات اللغه انا مختارها دلوقتي عربي. من هنا عندك لغات كتيره جدا. بالمناسبه اللغه اللي بتختارها هنا بتاثر معاك في الاوامر الصوتيه، هنشوفها كمان شويه. يعني لو انت اخترت هنا عربي الاوامر الصوتيه تبقى بس بالعربي، اخترت انجلش الاوامر الصوتيه بس بالانجلش، وهكذا. وحده ضغط الاطارات اللي بتبان لك على شاشه الاعدادات، شاشه الاعدادات هنشوفها برده كمان شويه. عايز ايه الوحده بتاعتها، بالبار او بالكيلو بار او بي اس اي.
ودرجه الحراره سيليزيوس ولا فahrenheit، والمسافات اللي بتحطها لك على الكاميرات ال 360 تبقى بالمتر ولا بالفوت والانش. طبعا خليناها بالمتر. المتخصص هنا بنتكلم على الاوامر الصوتيه. من الاوامر الصوتيه مثلا الموجود حاليا كلمه ايقاظ افتراضيه، مرحبا GWM، زي ما انت شفتوا جابت لي على طول هنا، وهي دلوقتي بتسمعني وبتفهم. لو انا كنت قاعد على الكرسي التاني وقلت لها كان هيطلع لي من الناحيه التانيه عشان تبقى عارفه انا على انهي كرسي. من هنا اقدر اخصص كلمه، يعني مثلا اصحي يا بو مثلا، واقول لها اصحي يا بو، تلاقي الدنيا جاهزه. ممكن اسميها اي اسم من هنا واناديها بيه، دي بتبقى لعبه حلوه قوي للاطفال. الايقاظ الصوتي ده اللي احنا كنا لسه بنجربه فوق دلوقتي، ان انت تشتغل بالصوت مش بس بالزرار بتاع الاوامر الصوتيه اللي في عجله القياده، احنا هنبص عليه كمان شويه. الايقاظ الصوتي زي ما احنا قلنا ان احنا كنا لسه بنجربه فوق دلوقتي، ان العربيه تقوم بالصوت مش بس بالزرار بتاع الاوامر الصوتيه. تعليمات الاختصار ده اللي هي موجوده تحتها هنا، لو دوست عليها طبعا هي بالعربي شويه هنا بتطلع لك اهي، انك تقول اختصارات معينه، مثلا اكتم الصوت، رفع مستوى الصوت. هي بص سكتت على طول، انك مش محتاج تناديها، انا قلت بس اكتم الصوت هي كتمت الصوت لوحدها اوتوماتيك. فهنا الاختصارات دي تقولها من غير ما انت تنادي عليها، تعملها مباشره. وهنا المهارات العامة اللي هي تقدر تعملها، يعرفها لك افتح النوافذ، اغلق جميع النوافذ. بس هنا في المهارات العامة محتاج انك تناديها الاول او تدوس على الزرار، لكن تعليمات الاختصار انت بتقول على طول من غير ما تناديها، وهي تنفذ الاختصار اللي انت عايزه، تقدر ان انت تتحكم فيه. هنا التعطيل لا تعطل خالص الاوامر الصوتية بالكامل، لو عيالك قرفوك بقى عطلها خالص. تخصيص عجلة القيادة، زرار النجمة اللي موجود في عجلة القيادة هنتكلم عليها كمان شوية في العجلة. تخليه يعمل ايه؟ انا مخليه يشتغل على طول اوتوماتيك، الاوتوماتيك بتاع التكييف. تقدر تخليه يفتح لك التليفون، يفتح لك كاميرات 360 بس اوريدي انت عندك الزرار هنا بتاع البارك تقدر تفتحها بيه، يفتح لك الركن الذاتي، يشغل لك التدفئة بتاعة المقاعد، او زي ما انا عامل الوضع التلقائي الاوتوماتيك بتاع التكييف، او انه يشغل لك الراديو اللي انت مشغله. ومن هنا النظام، اسم الجهاز والاصدار بتاعه. ومن هنا تقدر تعمل اعادة ضبط للمصنع. كده احنا خلصنا الكونكتيفيتي او الاوبشن، الخانه بتاعت الكونكتيفيتي. خانه التكييف مفيش اوبشنز كتيره في التكييف. في زرار الاوتو انك تشغل التكييف اوتو، قفل وفتح، اي سي بتاع الكمبريسور، والزرارين دول موجودين هنا، القفل والفتح والكمبريسور بتاع المروحه. هنا التحكم في المروحه، هنا تبريد وتدفئه المقعد السائق، هنا تبريد وتدفئه مقعد اللي جنب السواق، هنا تدخل الهواء من بره ولا يدور الهواء اللي موجود، هنا التدفئه بتاعه الازاز عشان الضباب، والتدفئه بتاعه الزجاج الخلفي. هنرجع تاني دي التكييف. من هنا بتظبط درجة الحرارة للزون اللي على الشمال، زون السواق، ومن هنا تظبط الزون بتاع الراكب، وساينك في أي وقت يسينك على طول التو زونز مع بعض. الثلاث 3 دوتس دول تيجي لك هنا لو عندك ضباب تلقائي تخليها هي تطلع الاول الهواء سخن عشان يشيل الضباب. التكييف نفسه عايزه ستاندرد متوسط، ولا عايزه سوفت خفيف، ولا عايزه قوي سترونج. تشغيل سريع للتكييف ده اول لما انت تفتح اللوحه بتاعه التكييف يشغل التكييف لوحده على طول، فده برده اوبشن لطيف جدا. اخر قائمه معانا هي الميوزك، بيفتح لك الميوزك اللي احنا فتحناها في الاول خالص. كده احنا خلصنا تقريبا اعدادات بتاعت العربيه كلها. لو جينا تاني على القائمه بتاعت الابلكيشنز هنلاقي السياره دي اللي عملناها، اعدادات النظام عملناها، الابل كار بلاي، اندرويد اوتو، الراديو والميوزك واليو اس بي والتليفون. الراديو لو فتحناه كده بسرعه ده الاف ام وده الاي ام، ومن هنا تقدر تجيب كل نطاقات الراديو او تخليه يعمل لها تحديث ويعمل سيرش تاني، او قائمه اللي انت حاططها مفضله. ده الشرح بتاع الراديو. دلوقتي هنتكلم على عجله القياده، وبعدين نتكلم على شاشه العدادات. عجله القياده عندنا على اليمين الزرار بتاع التحكم من لفوق ولتحت، لو انا دوست عليه دلوقتي هيعلي الصوت ويوطي الصوت على هنا. وبالمناسبه لو انا فاتح التكييف دلوقتي ودوست على فوق هيعلي المروحه بتاع التكييف، وتحت هيوطي المروحه بتاعه التكييف، فده اوبشن لطيف جدا. فهنا ده يمين، ده شمال، ده الاوكي، وده فوق وده تحت. الزرار ده اللي بيخليني اتحكم من الشاشه دي واروح اتحكم على شاشه العدادات. فانا مثلا لو دوست عليه دلوقتي انا كده اداني ان انا كنترولد على اهو. دلوقتي انا كنترول على الشاشه دي، لو دوست على الزرار ده هينور لي النقطه الخضراء اللي هناك دي، فانا كده كنترول على الشاشه اللي هنا. دلوقتي هو قاري ان احنا مش لابسين الحزام، اللي قاعد ورا مش لابس الحزام، فانا لو دوست دلوقتي اوكي في النص هيطلع لي التنبيه اللي كان موجود هنا ده طلع، وبقى المثلث الاحمر اللي موجود فوق ده. نرجع تاني هنا، ده زرار الباك عشان لو انا مثلا كنت بتحرك في الشاشه دي دلوقتي جايب حاجات هناك وبعدين رجعت باك فيرجعني تاني على الار بي ام. عايز ارجع تاني اتحكم في الشاشه دي فانا ادوس على الزرار ده تاني، انا كده رجعت اتحكم في الشاشه دي اهو، جاب لي الصوت وطي وعلي.
هنا الزرار بيعمل ميوت، وزي ما قلنا ده الزرار اللي بيرجع. لو رحنا على الناحيه الشمال هنلاقي هنا الزرار بتاع الاوامر الصوتيه لو انت عايز تفعله. هنا الزرار النجمه اللي احنا قلنا ان انت تقدر تخصصه ازاي من الشاشه الوسطيه. وبقيه الزراير دي كلها بتاعه الادابتيف او الانتليجنت كروز كنترول. لو انت دوست هنا مره واحده بيشغل لك الادابتيف كروز كنترول اهو، ولو انت دوست عليه مرتين بيشغل لك الانتليجنت كروز كنترول. من هنا بتقفل على طول الكروز كنترول. من هنا بتتحكم في المسافه مع العربيه اللي قدامك بتزودها، ومن هنا بتقلل المسافه مع العربيه اللي قدامك. من هنا البلس بتزود السرعه، والماينس بتزود السرعه، بتقلل السرعه اسف. لو انت كنت مثبت على سرعه قبل كده من الزرار ده وبعدين دوست فرامل او دوست الزرار اللي بيلغي وعايز ترجع تثبت على نفس السرعه تاني، فانت بتدوس على بلس. طب عايز تثبت على السرعه الجديده اللي انت ماشي عليها فانت بتدوس على الزرار اللي في النص. كده احنا خلصنا كمان الناحيه اللي على الشمال، وهنوريكم ان شاء الله في الطريق ازاي بتستعمل الادابتيف والانتليجنت كروز كنترول. نيجي على شاشه الاعدادات او الشاشه الوسطيه. من الزرار الوسطي اللي احنا قلنا عليه، لو جينا الزرار الوسطي دلوقتي انا نور اخضر، انا دلوقتي اتحكمت فيه اهو نور اخضر، انا كده اتحكمت في الشاشه دي. هرجع دلوقتي هدوس اوكي عشان يشيل لي التنبيه ده. لو انا نزلت تحت هيجيب لي بعد التشغيل معدل السرعه اللي انا مشيته قد ايه. بعد كده من هنا هيجيب لي اخر رحله اللي هي الشورت تريب بعد التشغيل، ومتوسط استهلاك الوقود طبعا عالي جدا عشان انا واقف بشرح ومشغل التكييف. لو انا دوست هنا شمال فهيجيب لي المكالمات اللي انا متصل عليها. لو انا دوست يمين هيجيب لي النافيجيشن لو انا موصل الاداء الموصل اندرويد اوتو. هنا نزلت دلوقتي دي الرحله الطويله. لو انا عايز اعمل دلوقتي للرحله دي ريسيت فانا هدوس في النص شويه هيعمل لها اهو، هيطلع لي من هنا الانذارات اللي كانت موجوده في العربيه او اعدادات تحذيرات السرعه. تحذيرات السرعه دي لو انا عايز اخلي اديني تنبيه السرعه على كام، معايا لحد 240 كأن العربيه هتجيب 240 يعني او 120 او اقفلها خالص. انا اوريدي قافلها. هرجع من هنا وهلاقي هنا معلومات السفر، اقدر ان انا طبعا العربي غريب جدا، ده سجل الانذارات زي ما قلت لكم اللي موجود فوق. ارجع باك دلوقتي، الانذار دلوقتي الموجود اللي هو بتاع الحزام. معلومات السفر ده المفروض ان هي الرحله، ودلوقتي المفروض ان هو كده عمل لها ريست، فدلوقتي بالعربي اهو اوريدي عمل ريست. فمعلومات السفر ده بالعربي اللي هي ريست، بالانجلش طبعا اسمها ريست عادي يعني. انزل هنا دلوقتي خلاص هو دي برده الرحله، هو عمل لها برده ريست، هو كده عمل لكل حاجه ريست. ده الاستهلاك اللحظي للعربيه. طبعا احنا واقفين مشغلين التكييف فالاستهلاك عالي جدا. ده التي بي ام اس او ضغط الاطارات، بيديك ضغط الاطارات كام وبيديك كمان الحراره بتاعتها. وكده رجعنا للار بي ام. مفيش اي حاجه تاني في الشاشه هنا بتظهر، في بس شويه علامات تبقى انت عارفها. دي طبعا العلامه بتاعت النقط العاميه انك مفعلها، دي العلامه بتاعت الفرامل الالكترونيه، علامه بتاعت ان حد مش لابس الحزام، التحذيرات زي ما انا قلت لك، هنا الاضاءات، وهنا السرعه، هنا بيظهر لك الخريطه، بيظهر لك العربيات الموجوده حواليك هنشوفها واحنا سايقين، وهنا دي علامه الاوتو هولد، وهنا طبعا الحراره، وهنا البنزين، وهنا الممشى الكلي بتاع العربيه. عندنا من هنا ده الفتيس بتاع العربيه، اللي فوق بيجيب الار، اللي في النص تكه في النص يجيب الان، واللي تحت يجيب الدي، وده يجيب البي. الزرار هنا يجيب البي. من الناحيه الشمال عندنا الزرار ده معقد شويه وفي اوبشنز كتير قوي. بيشتغل اشارات فوق وتحت كالعاده، بيشتغل مساحات، وبيشتغل اضاءات. كل حاجه بتتحكم في الزرار ده. من هنا المساحه تقدر تلف هنا تحطها على الاوتو او تحط اللو والهاي. من هنا تتحكم في انك هتشتغل المساحه الخلفيه، تشغل الخلفيه او الاماميه. والزرار ده اللي بيشغل الرشاش بتاع الميه بتاع المساحات. من هنا تخليه يرش ورا او يرش لقدام، يعني يرش على الزجاج الامامي او يرش على الزجاج الخلفي. وطبعا لو زقيت له قدام هيجيب الاضاءه العاليه، النور العالي. معانا هنا تحت دي الزراير بتاعت ده الهيل ديسنت كنترول، يخلي العربيه ما تتزحلقش. هنا زرار النور الاوتو موجود في الشاشه، موجود هنا التحكم في ارتفاع الاضاءات الاماميه، وهنا فتح الشنطه الكهرباء. معانا هنا القفل بتاع البيبان وقفل الزجاج، اللوك بتاع الزجاج. هنا التحكم في المرايات يمين وشمال، التحكم فيها لو دوست على الاثنين مع بعض بيعمل طي المرايات. وهنا طبعا التحكم في النوافذ اللي هي كلها. حاليا احنا دلوقتي على الطريق، في علامتين هيظهروا عندك على الشاشه وانت سايق، علامه عليها 30 كده ومؤشر، ده بتاع الادابتيف كروز كنترول، والعلامه الثانيه علامه دريكسيون، وده بتاع الانتليجنت كروز كنترول.
هنتكلم دلوقتي امتى العلامتين بيظهروا وازاي نفعلهم. هما العلامتين بيظهروا على الشاشه وبيظهروا على الهيد اب ديسبلاي. العلامه بتاعه الادابتيف كروز كنترول اللي هي اللي فيها المؤشر اللي عامل من فوق كده دي بتفضل ظاهره على طول، ودي تقدر تفعلها في اي وقت. التانية بتاعه الدركسيون ما بتظهرش الا لو العربيه قاريه حارتين. الحارتين بيظهروا لك هنا لو حارات مخططه فانت في الطريق عادي، ولو على اخر الطريق بيظهر لك الحاره السوليد، وفوق كمان بيظهر لك الخطين على الهيد اب ديسبلاي دول بتوع الحارات. اوكي طيب انا عايز دلوقتي افعل الادابتيف كروز كنترول، فانا اهو كده دوست بالظبط. نظام تثبيت السرعه الذكي تم تفعيله كده. انا فعلت الادابتيف كروز كنترول. دلوقتي العربيه زي ما انتم شايفين بتهدي، بس انا طبعا لغيت عشان المطب، بس هي بتهدي بس على العربيه اللي قدامها وبتظبط سرعتها عليها. ده بس اللي العربيه بتعمله، ملهاش علاقه خالص لا بالحارات ولا باي حاجه مرسومه على الطريق يعني، بس بتهدي السرعه ما بتحوتش يعني، بتتحكم فقط في الفرامل والبنزين. طيب لو دوست على نفس الزرار ده مرتين تم تنشيط الرحلة الذكية. الرحله الذكيه. دلوقتي احنا في الانتليجنت كروز كنترول زي ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشه، يا رب تبقى ظاهره. الخطين بتوع الحارات بقى لونهم اخضر موجودين على الشاشه قدامي، وعلى الهيد اب ديسبلاي بقى او الهيد اب ديسبلاي لو بصينا عليه بقى لونهم اخضر، وعلى الشاشه كمان بقى لونهم اخضر. حاليا العربيه عامله ايه؟ العربيه قاريه حاليا الحارتين، عامله مثبته السرعه ومثبته سنترنج للحاره، فهي ماشيه دلوقتي في نص الحاره بالظبط، وبتلف دلوقتي مع الطريق. وحاليا يشتغل السمارت دوتش اللي هو الغرزه الخفيفه اللي انا حكيت لكم عليه، ويشتغل كمان التهدئه مع الملفات بتاعه الطريق. طيب ده مش هينفع يشتغل الا لو بس زي ما قلت لكم العربيه قاريه الحارات وجايبه لك الحارات ظاهره على الشاشه اللي قدامك، وجايبه لك الحارات ظاهره على الهيد اب ديسبلاي. زي ما انتم شايفين بقى الرادار بيجيب كل حاجه قدامك، بيجيب العربيات اللي قدامك سواء عربيه نقل او موتوسيكل او عربيه سيدان عاديه. حتى عربيات الاس في بيقراها سيدان، بس العربيات النقل والموتوسيكل هي اللي ليها انيميشن مختلفه. وتظبيط السرعه زي ما احنا قلنا بيتظبط من يمين ومن الشمال هنا في الزراير دي. كده احنا خلصنا تقريبا كل حاجه متعلقه بمثبت السرعه سواء التفاعلي او الذكي. طبعا دلوقتي انا مفعل اهو على اليمين فوق انتم شايفين مفعل النقط العاميه، فدلوقتي لو بصينا هنلاقي اهو النقط العاميه هنا منوره. انا دلوقتي جيت اخد اشاره، بصوا عملت التنبيه وقعدت تنور النقط العاميه، ده معناها ان ده التنبيه بتاع النقط العاميه اللي احنا فعلناها. هنا برده اهو النقط العاميه منوره. لو انا جيت اهو تاني نروح على هناك اخد اشاره، بصوا عمل التنبيه. وده الفلوتنج اهو مفتوح لان انا بشتغل اندرويد اوتو ولا ابل كار بلاي، فالفلوتنج مفتوح على مسافه صغيره فقط. بالمناسبه النقط العاميه كمان بتظهر هنا على الشاشه، بتبان لك اهي اصفر، ولو انا عملت اشاره هي بتبقى احمر، وهي بتدي التنبيه في المرايه والصوت وعلى الشاشه. كده ما احنا خلصنا كل حاجه عن الهافال اس 6 الشكل الجديد. ان شاء الله يبقى كل الملاك بتوعها استفادوا، ونشوفكم في حلقه جديده من شاشه وزرار واحنا بتوع عربيات.